يا نهار ابيض على دي مباراة، يا نهار ابيض على دي مباراة. ايه المباراة دي يا جماعة؟ ايه اللي حصل في المباراة دي؟ ايه السيناريو المجنون بتاع المباراة دي؟ ايه كمية الاجوان اللي دخلت في المباراة دي؟ وايه كمية الفرص اللي ضاعت في المباراة دي؟ كمية الفرص اللي ضيعها لعيبة النادي الاهلي دي. لعيبة النادي الاهلي اقسم بالله العظيم النهاردة كانوا بيتفننوا وبيتسابقوا بقى مين هيضيع الفرصة دي. عندنا يجي 15 فرصة، مين بقى المرة دي اللي هيضيع الفرصة؟ جراديشار ولا بن شرقي ولا تريزيجيه ولا قفشه ولا عمر كمال؟ مين بقى؟ مين اللي عليه الدور؟ مين اللي هيخش يضيع الفرصة دي؟ عندنا النهارده بسم الله ما شاء الله كمية فرص ما جاتلناش في تاريخ اي مباراة في تاريخ النادي الاهلي. مين بقى اللي هيتسابق ومين اللي هيتفنن ان هو يضيع الفرصة الجاية؟ مش ممكن على كمية الفرص اللي ضيعناها النهارده في المباراة. وايه الاهداف اللي دخلت فينا دي؟ وايه الدفاع بتاعنا دوت؟ وليه لعيبة النادي الاهلي كده في كل هدف كده بتحاول ان هي تختبر الشناوي؟ يعني مثلا في الهدف التاني بتاع بورتو محمد هاني الراجل طبعا عليه 2، فالراجل مستني الراجل اللي هيطلع له ناحيه الشمال عشان يغطي عليه. الحته بتاعت اللي بقى اللي هيخش في العمق دي ماليش دعوه، انا مالي، انا اهم حاجه اغطي الراجل اللي لسه جاي دوت. لكن الراجل اللي معاه الكوره دوت اللي على حدود ال 18 اللي هيعدل ويشوط على الشناوي مش بتاعتي. نص الملعب بقى يتصرف، الدفاع يضغط عليه، انا ماليش دعوه، انا اهم حاجه الراجل بتاعي اللي ناحيه اليمين حسين الشحات بقى يرجع او ما يرجعش دي مش بتاعتي، اهم حاجه اغطي على الراجل بتاعي. لكن الراجل دوت يعدل ويستلم ويلف ويشوط براحته دي مش بتاعتي. وايه الهدف الثالث بتاع بورتو دوت؟ احمد رمضان بيكم انت بتعمل ايه؟ اقسم بالله العظيم انا مش فاهم انت بتعمل ايه وايه اللي جابك النادي الاهلي يا راجل. ده انا اقسم بالله العظيم كنت عامل فيديو على ايمن الرمادي وهو ماسك السيراميكا وقلت الله يكون في عون ايمن الرمادي، عنده خط دفاع كارثه وعنده حارس على الله، ومنهم كان احمد رمضان بيكم. احمد رمضان بيكم بقى انت جاي تعمل ايه الاهلي؟ يعني انت متخيل ان انت تلعب في الاهلي اساسي بالشكل دوت؟ هو ده مهاجم اساسا يتسب؟ يعني دوت ايفونا بتاعهم، يعني الراجل قدك 3 مرات، ده سايبه كده لوحده كده تماما، حتى مش مقرب منه، سايبه كده لوحده تماما واقف براحته وياخد خطوتين قبلك ويطلع ياخد الكرة قبلك وانت عادي جدا ولا واقف بتتفرج عليه. انت يا راجل لو بتتدرب اقسم بالله العظيم المدير الفني هيطردك من التدريب، هيطلعك بره التدريب لو سبته كده يجيب جون في التدريب بالشكل السهل دوت. انت بتعمل ايه؟ انا مش فاهم. الهدف الرابع بردك بتاع بورتو نفس الهدف الثاني بتاع بورتو، سايبين الراجل لوحده تماما على حدود ال 18 بيختبروا الشناوي وبيقول للاعب بورتو هتشوط على الشناوي؟ شوط، المسافه بعيده اهي، اتفضل شوط. مفيش اي لاعب من لاعيبه النادي الاهلي بيضغط على لاعب بورتو وهو بيشوط على المرمى او طالع حتى معاه يشترك او يضايقه زي احمد رمضان بيكم. فطبعا اللي حصل النهارده في المباراه يبين لك اكتر حاجه انا مقتنع فيها في الكوره، اكتر حاجه ثابته في الكوره. يقول لك ان الكوره ما فيهاش ثوابت، لا الكوره فيها ثوابت. واللي حصل النهارده في المباراه يبين لك ان الكوره فيها ثوابت، ان انت لو ما عندكش دفاع كويس اقسم بالله العظيم لو بتلاعب مين هتخسر او هتتعادل. لو ما عندكش دفاع كويس لازم تخسر او تتعادل، حتى لو معاك احسن ناس في العالم تلعب في الهجوم، حتى لو معاك خط هجوم ناري وافضل هجوم جه في تاريخ الكوره، لو معاك كريستيانو رونالدو ناحيه الشمال وميسي ناحيه اليمين ومعاك رونالدو الظاهره راس حربه، اقسم بالله العظيم هتخسر او هتتعادل زي ما حصل النهارده قدام بورتو. عندك خط دفاع كارثي ودوت اللي اتكلمنا عليه قبل البطوله، لازم تخسر او تتعادل حتى لو كنت في افضل حالاتك هجوميا، حتى لو معاك واحد زي اسامه ابو علي هو هديه من ربنا كده للنادي الاهلي في خط هجوم النادي الاهلي، لعيب اسطوره، لعيب لسه ما بقالوش سنه ولا سنه ونص مع النادي الاهلي ولكن بقى اسطوره في خط هجوم النادي الاهلي، مهاجم ممكن ما يجيش النادي الاهلي زيه بعد كده. حتى لو معاك واحد زي وسام اقسم بالله العظيم عمرك ما هتكسب اي فرقه بتلعبها في الدنيا لو معاك الخط الدفاع الكارثي بتاع النادي الاهلي، ودوت اللي قلناه قبل البطوله. مستحيل النادي الاهلي يروح البطوله بالخط الدفاع دوت ويعمل حاجه. يعني انت معاك ياسر ابراهيم ومعاك اشرف داري النصاب دوت، لعيب نصاب، لعيب كل تفكيره عن الكوره او في خط الدفاع ان انا اضرب وازق وادوس على الرجلين واعمل فاول واشد،
كل دوت بس اللي بيفكر فيه. لكن لعيب كوره لا، يطلع بالكوره لا، يبني لك هجمه لا، بيشغل دماغه حتى في الدفاع في الواحد على واحد لا. ابيض كوره. اكتر لعيب مدافع نصاب جه في تاريخ النادي الاهلي هو اشرف داري دوت. عندك ياسر ابراهيم نفس الكلام، ممكن يبقى قوي وتقول عليه راجل، بس برضك مدافع على قده، مش بمستوى النادي الاهلي. النهارده احمد بكم زي ما احنا شفنا كده ابيض برضك. الراجل ايفونا بتاعهم دوت مرمطه هو واشرف داري لما نزل في الشوط الثاني. انتوا الاثنين على الله في الكوره، وانتوا الاثنين بتخبطوا وتضربوا بس. لا انا قوي، انا اقوى منكم، انا همرمطكم النهارده. وزي ما شفنا احمد بكم سايبه تماما. يعني دوت بردك مش فاهم ده تسيبه ازاي. ده تثبته كده، تقفشه كده اقسم بالله العظيم، وبالبنيه في وشه وتدوس على رجليه وتبقى ماسكه من رقبته كده، مش هتتحرك من هنا. لكن انت سايبه تماما كده يطلع وياخد الكوره وياخد خطوتين قدامك وانت ولا الهوا ولا اكنك معاه. نيجي بقى على نص الملعب. نص الملعب بتاع النادي الاهلي اقسم بالله العظيم نص ملعب عالمي. احنا يا جماعه زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات، النادي الاهلي اكتر حاجه كسبها في البطوله دي هو بن رمضان. بن رمضان دوت لعيب عالمي في نص الملعب دفاعيا وهجوميا وقوي، وبيخش ال 18 وبيسدد على المرمى، وطويل بيخش ال 18 ياخد الكرات العاليه والكرات الطويله. ده اكتر لعيب كسبه النادي الاهلي في البطوله. عندك النهارده ديانج لما نزل في الشوط الثاني حول نص ملعب النادي الاهلي. اقسم بالله العظيم نص ملعب النادي الاهلي تحس ان هو خد نفسه كده، تحس ان انت بقى عندك نص ملعب. روح كده ردت في نص ملعب النادي الاهلي لما ديانج نزل في الشوط الثاني. فديانج دوت انا مش فاهم ازاي يقعد اصلا، ازاي تلاعب عليه حمدي فتحي او مروان عطيه. مروان عطيه لعيب عالمي ومقدم بطوله كبيره، بس برضك ديانج دوت ما يقعدش لاي حد. ممكن يبقى مروان ماتش وديانج ماتش، وديانج يلعب على حمدي فتحي مرتاح جدا. النهارده نزل في الشوط الثاني والله العظيم تحس ان انت انبوبه اكسجين اتضربت في نص ملعب النادي الاهلي. فديانج النهارده قدم مباراه عالميه. اتمنى بقى ان المدرب بتاعنا دوت اللي قدم حاجات كويسه النهارده، وخصوصا هجوميا وخصوصا في التحولات، يشوف بقى يحط عينه بقى على ديانج عمل ايه في الشوط الثاني ويعتمد عليه في المباريات اللي جايه. لان فعلا ديانج دوت ما ينفعش يقعد، ما يستحقش ان هو يقعد لاي حد في النادي الاهلي، حتى لو مروان عطيه اللي انا شايفه عالمي وقدم بطوله كبيره. لا اما تلعبه جنب مروان او تلعبه على مروان ويبقى بقى بين رمضان ويبقى امام عاشور. ده نص ملعب النادي الاهلي هيبقى نص ملعب عالمي اقسم بالله العظيم. نيجي بقى نخط هجوم النادي الاهلي. زيزو النهارده قدم مباراه كبيره جدا. زيزو واحد من افضل لاعيبه النادي الاهلي النهارده في المباراه، عمل مجهود جبار وكان افضل لاعب فعال بعد وسام ابو علي في الشوط الاولاني، وقدم مجهود جبار هجوميا وبدنيا ودفاعيا سواء في الشوط الاول ولا في الشوط الثاني. نيجي بقى على اللعيبه بتاعتنا. حسين الشحات ده يا جماعه ما بتتكلمش عليه بقى خلاص. ده بقى يا جدعان ده بقى خلاص بطل كوره. هو وقفشه الاثنين دول ياخدوا بعضيهم كده قبل ما يرجعوا مصر وقبل ما يرجعوا النادي الاهلي، ياخدوا الشنط بتاعتهم ويتكلوا على الله. خلاص شطبوا كوره، ما عندهمش، حتى لو عندهم شويه ما ينفعوش يلعبوا للنادي الاهلي في المستوى دوت. مش قادرين، ما عندهمش الشخصيه بتاعت النادي الاهلي. قفشه النهارده نازل في الشوط الثاني في كوره كده في اخر الشوط الثاني، المفروض هو اللي يروح على الكوره، هو اللي اقرب للكوره، ولكن سابها لزيزو. بيقول لزيزو ايه انت مش تجري؟ الحاجات دي بتاعتك، انا ماليش في الاكشن والسبرنتات دي مش بتاعتي. مع انه نازل اخر 10 دقايق والمفروض ان هو عنده نفس ومجهود بدني اكتر من زيزو، لكن برضك هو ما عندوش. هو يمسك الكوره لعبه خماسي، سلم مين؟ سلم وسام، ارجع اخدها من وسام، اسلم تريزيجيه، ارجع اخدها من تريزيجيه، اروح اسلم برمضان، ارجع اخدها من رمضان، اكني بلعب ماتش خماسي. بس انا اهم حاجه في الماتش عندي ان انا استلم واسلم كتير، المز الكوره كتير، لكن اعمل سبرنت لا، اشوط شوط على الجول لا، اكمل في ال 18 لا، ارجع ادافع بشكل كويس لا، كل حاجه لا لا لا. هو بقى وحسين الشحات اتمنى بقى ياخدوا شنطهم كده ويتكلوا على الله. كفايه كده على حسين الشحات وكفايه كده على قفشه. نيجي بقى لحته ناحيه الشمال. حتى ناحيه الشمال اللي احنا داخلين البطوله بقى معانا بن شرقي وجايبين تريزيجيه، هنكسر الدنيا. دي هتبقى اكبر جبهه واخطر جبهه في تاريخ النادي الاهلي.
معانا قفشه، معانا تريزيجيه، ومعانا بن شرقي. لا تريزيجيه شافع ولا بن شرقي نافع، اقسم بالله العظيم. يعني ده لا شافع ولا ده نافع. يعني تريزيجيه ياخد الكوره ها 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 ومفيش اي حاجه. سددت الكوره بين الثلاث خشبات؟ لا. عملت عرضيه كويسه؟ لا. جبت جون؟ لا. اسيست؟ لا. فيش، كله صفر صفر صفر، احصائياتك كلها صفر صفر صفر، سواء في الشوط الاول ولا في الشوط الثاني. في الكوره في الشوط الاولاني الدنيا بحالها بتروح على الجون، ده طالع واخد الكوره وطلع بره ال 18. يعني هو المفروض ياخد الكوره كده ويخش ال 18، يخش باللاعب اللي معاه في قلب ال 18 كده، يعمل 1 على 1، يعدي منه ويشوط، يعمل عرضيه، المهم يخش في قلب ال 18 كده المنطقه الخطر، يقرب من الجون. لا، الراجل خد الكوره على حدود ال 18 وراح طالع بالراجل بره ال 18. تعالى هنا، يقول له تعالى هنا، تعالى هنا في الفساحيه دي، تعالى هنا اخدك في الوسع. لكن اخش ال 18 اعمل خطوره؟ لا. مفيش اي حاجه بيقدمها تريزيجيه مفيده للنادي الاهلي ممكن تتكلم عليها. بن شرقي بقى، بن شرقي النهارده بسم الله ما شاء الله نزل في الشوط الثاني جات له اكتر من 5 فرص حقيقيه، مش 5 فرص، 5 اهداف. ده اقسم بالله العظيم، ده لو معمول لك سحر يا ابني انت مش هتضيع الفرص دي. وتحس ان هو بيروح على الجون ببطء وياخد راحته قوي، واخد راحته قوي في الهجمه وهو رايح على الجون. فنش بقى، هات جون بقى. دي مش فرص، دي جوان حقيقيه. هو وجراديشار، جراديشار مش عارف النهارده حصل له ايه. اقسم بالله العظيم لعيب تقيل قوي جراديشار ده، لعيب عالمي، لعيب كره عالي، لكن النهارده الكره تقف تحت رجله، بيضيع فرص غريبه. مش عارف ايه اللي حصل النهارده لجراديشار هو وبن شرقي. ضيعوا كميه فرص انا مش قادر اصدقها لغايه دلوقتي. النادي الاهلي ضيع كميه فرص انا مش قادر اصدقها. ليه؟ تحس ان اللعيبه خايفه، بتيجي عند الجون ايه ده ايه ده، انا بلعب بورتو في كاس العالم للانديه، هو ده بورتو وانا منفرد كده بالجون عادي تماما مفيش اي مشكله وممكن اجيب جون؟ لا انا مش قادر، انا رجلي بتخبط في بعض. ليه؟ مفيش شخصيه. هم مش مصدقين ان هم رايحين عند الجون، هم مش مصدقين ان دي فرصه سهله وان الجون شبه فاضي وان هم ممكن يجيبوا جون عادي جدا في بورتو في كاس العالم للانديه، في اكبر بطوله حصلت للانديه في التاريخ. ليه؟ مش مصدقين، ما عندهمش الشخصيه بتاعت واحد زي اسامه ابو علي. اللاعب يروح على اسامه ابو علي، يروح انفراد عادي جدا، يسدد على الجون عادي جدا، يطلع ياخد الكوره الجون الثالث من الدرجه الثالثه عادي جدا. لعيب عنده شخصيه، لعيب فعلا كان بيلعب في اوروبا، لعيب فعلا ما يهموش اي دفاع ولا اي فرقه في العالم. ده المهاجم اللي فعلا هديه من ربنا. غير كده اي حد في خط هجوم النادي الاهلي على الله، باستثناء وسام وزيزو النهارده، الاثنين قدموا مباراه كبيره جدا جدا جدا. فطبعا في حاجات كده النهارده مكاسب كتير جدا تحط ايدك عليها. عندنا نص ملعب عالمي، عندنا خط هجوم وسام وزيزو وتريزيجيه وبن شرقي، دول عاوزين يتظبطوا، عاوزين يداس عليهم، عاوزين كده الفينش بتاعهم يتحسن عشان يستحقوا ان هم يلعبوا في فرقه زي النادي الاهلي. هاني النهارده قدم مباراه تقدر تقول 60-40، يعني قدم مباراه هجوميه كويسه. دفاعيا هو ما بيعرفش يدافع كده كده، الالتحامات 0، 1 على 1 0، في الكرات العاليه 0، في الكرات العكسيه 0. هو محمد هاني ما بيعرفش يدافع 0، ولكن هجوميا بدات نشوف منه حاجات النهارده كويسه. ولكن برضك محمد هاني انت محتاج عليك باك يمين، انت محتاج خط دفاع كامل، محتاج باك شمال، محتاج قلبين دفاع سوبر، محتاج باك يمين سوبر، محتاج خط دفاع كامل يلعب على خط الدفاع الحلل اللي عندنا دول. اقسم بالله العظيم محمد هاني ممكن يقعد احتياطي، لكن لازما باك يمين كويس للنادي الاهلي، باك يمين عنده شخصيه، باك يمين بيدافع ويهاجم كويس. ما لقيتش باك يمين في مصر يا اخي، بص بره، بص بره على اي حد يكون باك يمين كده محترم يستاهل انه يلعب في فرقه النادي الاهلي. لازم تجيب خط دفاع. انت ما عندكش خط دفاع في مصر، ما تروحش تجيب لي من سيراميكا والبنك الاهلي وفاركو، مفيش اساسا، ما عندكش مدافعين. ده انت اعتبر عندك احسن دفاع في مصر بالمناظر اللي عندنا دي، انت عندك احسن دفاع في مصر. غير كده انت ما عندكش في اي فرقه في مصر دفاع اصلا، كلهم شبه بعض، كلهم اقل من المستوى اللي عندك حتى. فانت لازم تبص بره.
شاء الله يرجع محمد عبد المنعم بالسلامه، ولو عنده فرصه يكمل بره يكمل بره، ولكن انت ما عوضتش محمد عبد المنعم ولا هتعرف تعوض محمد عبد المنعم من اي لاعب في مصر، لان هو افضل مدافع في مصر وفي افريقيا اساسا. فانت ممكن تجيب لعيب مدافع من بره يعني 75 80% من مستوى محمد عبد المنعم. لازم تجيب 2 على الاقل، 2 سوبر، تنسى اي حاجه تانية وتجيب 2 سوبر، تمشي اي حد وتجيب قلبين دفاع سوبر، لان دوت الاساس. الاساس ما عندكش خط دفاع كويس هتخسر وتتعادل من اي حد، حتى لو معاك هجوم ناري. ودي اكبر كارثه وقع فيها النادي الاهلي قبل البطوله، ان انت بتفكر في الهجوم، هجوم تدعيم الهجوم وتدعيم نص الملعب، تدعيم الهجوم وتدعيم نص الملعب. طب والدفاع، خط الدفاع الكارثي اللي عندك دوت هتعمل فيه ايه؟ النهارده بتلعب بورتو في اسوأ نسخه ليها دفاعيا وهجوميا، على فكره دفاعيا وهجوميا وقعوا بدني. يعني النادي الاهلي بنقول له ان هو بيقع بدني في الشوط الثاني، بورتو النهارده ميتين بدنيا، وقعوا ماتوا بدنيا في الشوط الثاني، ماتوا. واللاعيبه النادي الاهلي بتروح انفرادات من نص الملعب عادي خالص. فهم دفاعيا واعيين، وهجوميا بردك على الله، جايبين فيك 4 اجوان وهجوميا على الله، لان انت عندك خط دفاع كارثي، خط دفاع بيوسع اللعيبه، عاوز تشوط اتفضل شوط، عاوز تعمل عرضيه اتفضل اعمل عرضيه، عاوز تطلع تاخد الكره بدماغك اطلع خد الكره بدماغك عادي خالص، مفيش اي مشكله. فالنادي الاهلي لازما خلاص حطينا ايدينا بقى على المشاكل وعلى العيوب، خط دفاع كارثي لازما تجيب خط دفاع كامل للنادي الاهلي. الهجوم ممكن عندك لعيبه كويسه، بن شرقي ده كويس، لعيب كويس، تريزيجيه لعيب كويس، عايزين يتحسنوا، زيزو هيجيب وهيبقى احسن من كده مليون مره، وانا شايف ان زيزو لو لعب ناحيه الشمال هيبقى افضل من تريزيجيه وهيبقى افضل من بن شرقي. حسين الشحات ده يركن على الله، هو وقفشه والشله بتاعته، هو وعمر كمال والناس بقى اللي خلاص بقى خنقتنا، اقسم بالله العظيم الناس النصابه اللي زي عمر كمال ده لعيب نصاب، لعيب عشوائي. اشرف داري ده لعيب نصاب، يتكلوا على الله. قفشه وحسين الشحات خلاص بقى كبروا في السن، يتكلوا على الله. النادي الاهلي بقى يبدا، انا اسف يعني، ينضف، يتطور كده، يبقى بمستوى الفرق الكبيره والبطولات الكبيره اللي زي كاس العالم للانديه دي، لو عايزين نشارك تاني ولو عايزين نقدم مستوى افضل من كده ونروح لابعد نقطه اكتر من كده. فاتمنى من مجلس اداره النادي الاهلي ان هو يبص بقى على المشاكل اللي فعلا ظهرت في البطوله، وهي كانت ظاهره قبل البطوله بس كانت شيء بقى ايه كله بقى بينفض لها. يعني عندي خط دفاع كارثي، انا عارف ان عندي خط دفاع كارثي، اهم حاجه عندي التدعيم نص الملعب والهجوم. طب وخط دفاع ربنا يسهل بقى ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يسهل بعد البطوله يبقى نتصرف باذن الله. فمجلس اداره النادي الاهلي اكبر مشكله عملها ان هو فكر في نص الملعب والهجوم، ودوت اهم سبب خرجنا من البطوله. يعني كنت قدام انتر ميامي كنت كويس في الشوط الاولاني، لا ما كنتش كويس، كانت الفرقه على الله، بس كنت بتروح وتحاول وضيعت فرص. لكن في الشوط الثاني خط الدفاع والبدني بتاعك ضيعك. قدام بالميراس طبعا خط الدفاع كارثي، التحولات بتاعتهم بتاعت بالميراس لعيبه شباب وعندهم قوه بدنيه، وانت وقعت بدني في الشوط الثاني زي مباراه انتر ميامي، طبعا تحولات وضياع عليك فرصتين، وجات لك فرصه ان انت المباراه تتعطل بقى وتقف، وان انت تحاول تلم اللي ممكن تلمه. بعد ما رجعت بقى من الاستراحه الثانيه برضه لقيت النادي الاهلي اسوأ نسخه، الاسوأ ليه ما تطورش بقى اسوأ ليه؟ بدني وقعت، مش عارف تهاجم، مش عارف تطور الهجمه، وبدني وقعت. وبالتالي هم بقى من اول دقيقه بيلعبوا على التحولات، استغلوا الفرص ان انت وقعت بدني، وبداوا يزودوا التحولات وضيعوا فرصتين 3 بعد الاستراحه الثانيه. فالنادي الاهلي اكبر مشكله واجهته في البطوله خط الدفاع، تحسن خط الدفاع هيبقى النادي الاهلي مرعب، اقسم بالله النادي الاهلي هيبقى مرعب، وخصوصا في نص ملعبه، نص ملعبه العالمي اللي تقريبا افضل نص ملعب جه في تاريخ النادي الاهلي. مش هيجي نص ملعب افضل من كده في تاريخ النادي الاهلي، مش هيجي لك واحد زي مروان بعد كده، ممكن ما يجيلكش واحد زي ديانج، ممكن ما يجيلكش واحد زي حمدي فتحي، مع ان حمدي فتحي مقدم بطوله سيئه لكن لعيب كويس برضك في نص الملعب، لعيب يعمل لك توازن كويس في نص الملعب، لعيب يستحق ان هو يتواجد في النادي الاهلي. وعندك بن رمضان وعندك امام، 2 لعيبه سوبر، 2 لعيبه 8 على اعلى مستوى. فالنادي الاهلي
اتمنى من مجلس ادارته يبص للمباراه ويبص للمشاكل بتاعه النادي الاهلي اللي الكل شايفها، واهمها خط الدفاع وخط الهجوم يتحسن بقى. لعيبه بن شرقي وتريزيجيه يتحسنوا هجوميا، الفينش بتاعهم يتحسن هجوميا. لو اتحسنوا هجوميا ومع نص الملعب بتاعك العالمي وتدعمت بقى بخط دفاع وقلبين دفاع سوبر وجبت باك شمال كويس وباك يمين كويس، والله العظيم النادي الاهلي هيبقى مرعب، مرعب في افريقيا ومرعب قدام اي منافس مهما كان اسم المنافس. فالنادي الاهلي النهارده قدم مباراه كبيره، عمل مباراه كبيره، كنا نتمنى على الاقل ان احنا نفوز، لكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. ريبيري النهارده زادت عليه حاجات كويسه في التحولات، في الهجوم، في الشكل الهجومي بتاعك، في تطوير الهجمه بتاعتك. اتمنى بقى ان النادي هو يبني على كده، يتحسن دفاعيا في نص الملعب، يتحسن دفاعيا في خط الدفاعي، يطور، يحاول ان هو يطور اللعبه دي، مع ان اللعبه دي مش هتتطور. محمد هاني دوت مش هيتطور دفاعيا لو قعد مليون سنه. اشرف داري دوت لعيب نصاب ولاعيب على قده، انسى ان هو يتطور. بيكام دوت بردك لعيب على قده، ما يستحقش اساسا ان هو يتواجد في النادي الاهلي. راح وجه 500,000 مره يا جماعه بقى، نتعلم الحاجات دي. احمد بيكام دوت راح وجه 500 مره النادي الاهلي، زيه زي كريم نيدفيد، جه ومشي وراح 500,000 مره. في لعيبه كده النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي تقيله عليها، ما ينفعش تلعب في النادي الاهلي. ففي لعيبه نصابه لازم تمشي. بيكام دوت ما ينفعش ان هو يلعب اساسي في النادي الاهلي، حتى لو هتقعده لو لسه جايبه. اشرف داري ده لازم يمشي، لازم تجيب باك شمال كويس افضل من يحيى عطيه الله. يحيى عطيه الله برضك لعيب مش تقيل، لعيب ما حسكش كده ان انت مطمن زي علي معلول الله يمسيه بالخير. في لعيبه بقى خلاص تتكل على الله في الخط الامامي، حسين الشحات وقفشه دول يمشوا يتكلوا على الله، وعمر كمال ده يمشي ويتكل على الله، مش عارف نازل يعمل ايه في الشوط الثاني، لعيب عشوائي، وقلت لكم الكلام ده مليون مره. فالنادي الاهلي النهارده الحمد لله قدم مباراه كبيره، قدر الله ما شاء فعل. كنا على الاقل نتمنى ان احنا نكسب النهارده، نحقق فوز في كاس العالم للانديه، ربنا ما اردش، قدمنا مباراه كبيره لكن ما قدمناش بطوله كبيره. والسبب الاولاني مجلس اداره النادي الاهلي. النهارده بقى عندنا مكاسب نبني عليها، وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله النادي الاهلي باذن الله تعالى. اتمنى يا رب النادي الاهلي ومجلس ادارته يبص بقى على العيوب والمشاكل، ونطور المكاسب بتاعتنا اللي احنا شفناها النهارده قدام بورتو. وباذن الله النادي الاهلي من احسن لاحسن باذن الله تعالى، وقدر الله ما شاء فعل. وهارد لك للنادي الاهلي، وان شاء الله اللي جاي احسن للنادي الاهلي باذن الله تعالى. اتمنى يا رب يكون كلامي في الكوره عجبكم، اتمنى يا رب ان انتم ما تنسوش تعملوا لايك لو كلامي في الكوره عجبكم، وتشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.